اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. ايه رأيكم بقى في التورتايه اللي انا عملتها دي؟ بأقل الامكانيات، من حاجات موجودة عندي في البيت، مع حاجات برضو جبتها من بره، بالطريقة العادية، بدقيق عادي من غير دقيق سبونش ولا اي تكلفة ولا اي حاجة، بطريقة الصينية الكيكة العادية اللي بتعملها اي ام في البيت. عملت التورتايه دي، زودت بس عليها كده حبة حاجات، زوقتها عشان افرح الولاد. التورتايه دي طبعا لو كنت جبتها من بره كانت هتبقى غالية جدا، وولادي كانوا عمالين يقولوا لي يلا يا ماما عايزين تورتايه عايزين تورتايه، فما حبيتش ازعلهم. فقلت خلاص ايه اروح اعمل لهم ايه تورتايه حلوة. تمام، حطيت 4 بيضات عشان خاطر ده كان بيض بلدي، وحطيت كيس فانيليا واحد، وممكن تحطي لو فانيليا سايلة برضو ممكن تحطي برضو منها نص معلقة، وحطيت كوباية سكر. انا لما بعمل الكيكاية وهزوقها واعملها تورتاية فبحط سكر قليل. تمام، فانا حطيت كوباية سكر واحدة. المهم بقى كده حطيت الفانيليا والبيض والسكر، وقعدت اضربهم شوية كتار قوي في الكبة، لاني بصراحة الخلاط بتاعي عطلان وما عنديش مضرب اعمل بيه. وبعد كده حطيت معايا الزيت حطيت نص كوباية، وممكن تحطي اي نوع انت عايزاه. تمام، انا والله حتى الزيت اللي حطيته ده زيت تومين عادي يعني، بس طبعا بيكون ريحته حلوة ويكون هو لونه نظيف، يعني ما يبقاش جاية ازازة غامقة او ليها ريحة وتحطيها. وحطيتهم كده وقلبتهم كويس جدا، برضو ضربتهم كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل باللبن. اللبن انا حطيت هنا مج واحد، وبعد كده هشوف بقى احط قد ايه تاني. انا في اي حاجة بيكون فيها سوائل او يعني لبن يعني او مية، ما بحطش الكمية كلها مرة واحدة. تمام، وبعد كده هضربهم كويس جدا لغاية كده ما احس لونهم افتح يعني وكده. كل حاجة بتاخد لها ضرب ما يقلش عن 5 دقايق 7 دقايق كده اهو. وبعد كده هجيب الدقيق معايا وهقعد بقى ايه آم، انخله. انا حطيت مع مجين ونص دقيق. تمام، هو المفروض مجين ونص دقيق، بس انا حطيت 2 وربع، لان الربع التاني حطيته كاكاو، لان انا هعملها بالكاكاو. تمام، فهنخلهم كده كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هحط الكاكاو دلوقتي. طبعا المج اللي بنحط بيه اللبن هو المج اللي بنحط بيه الدقيق كده. وبعد ما نخلت بقى الدقيق هبتدي بقى احط الكاكاو دوت كاكاو خام غامق. حطيت 3 معالق يعني ربع كيلو، ربع قصدي كوباية. فالمهم ايه نخلته برضو وكده، وهو بيبقى في طبيعي بيبقى فيه تكتلات. المهم وحطيت ايه كيك شيف. يا ريت ما تحطوش البيكنج باودر اللي لونها كحل دي او ازرق، يعني بلاش الكيك شيف احلى بكتير. وحطيت هنا نص معلقة لبن بودر، بصراحة يعني بيخليها حلوة كده وطرية. فانا حطيتها عشان خاطر النهاردة اعملها تورتاية يعني وكده. فقلت ايه ادلعها يعني كده واخليها، واحط لها لبن بودر يعني بيديها طراوة يعني وحلو. المهم هنزل كده السوائل كلها بقى، وبعد كده هقعد اقلب. طبعا التقليب يبقى على ناحية واحدة، ما نقعدش مرة يمين ومرة شمال، لا عشان الهواء اللي دخل جواها ما يخرجش، وتطلع معانا كيكة ناجحة بإذن الله. تمام، طبعا دلوقتي هحتاج لبن تاني. احتاجت يعني نص كوباية او كوباية الا ربع كده لبن. هحطه برضو حبة حبة كده، وهفضل برضو ايه اقلب فيهم. بصوا انا حبيت افرح ولادي بحاجة بسيطة وعندي في البيت، ما حبيتش ان انا اجيب بقى حاجة غالية، او ان انا اعمل لكم يعني برضو حاجة اللي يشوفها يقول ان هي حاجة مكلفة. لا، الدقيقة كان عندي في البيت، واغلبية الحاجة يعني كانت عندي في البيت. جبت بس الحاجة اللي انا ايه ازوق بيها من فوق، يعني مثلا كريم شانتيه، الحاجات اللي احطها في الاخر يعني وكده. المهم بعد ما قلبت كويس ولقيت السمك بتاعها كده كويس، فروحت حطيت ايه بقى، حطيت زيت في الصينية ودهنتها كويس. دي اصغر صينية في التلاتة اللي هما جوا بعض دول. فالمهم ايه بقى كده ما برشش دقيق انا من تحت ولا كاكاو ولا اي حاجة، ونديها دبتين كده على الرخامة، وبعد كده نحطها في الفرن على الرف الوسطاني، وتكون درجة حرارة الفرن عالية.
بالنسبة للفرن انا مش هتكلم عليها كتير، لان كل فرن غير التانية. يعني انا الفرن عندي رغم ان انا بكون مسخناها وكل حاجة، بس عندي الكيكة بتقعد كتير قوي في الفرن. فممكن حد تاني لا 15 دقيقة ويبتدي يوطي عليها كده، لكن انا عندي بتقعد كتير، فخلاص انا عارفة الفرن بتاعتي. فكل واحدة عارفة الفرن بتاعتها يعني ازاي. المهم طلعتها زي ما انتوا شايفينها كده، طلعتها وخليتها تبرد شوية. وابتديت بقى حطيت كريم شانتيه معايا، طبعا دوت خام من غير سكر، بيكون من غير سكر. وحطيت اللبن متلج، مج لبن، وحطيت الكريم شانتيه عليه. ودلوقتي لسه هحط السكر، وهبتدي بقى اضربهم. اهم حاجه هتحطي لبن او ميه عادي، ده او ده، بس اهم حاجه يكونوا متلجين، مش ساقعين، لا متلجين. طيب هتظبطي القوام بتاعه ازاي؟ هقولك. لو انت حطيتي مج لبن او مج ميه، هتحطي قصاده مج ونص كريم شانتيه. وممكن تحتاجي حبة تاني، ممكن لو انت بقى حطيتيه كريم شانتيه بالسكر، فهتحتاجي اكتر من مج ونص. لكن اللي هو الكريم الشانتيه السادة اللي هو من غير سكر، يعني دوت بيبقى قوامه بيتقل معاكي يعني اسرع واكتر. شايفين ما بينقطش ولا اي حاجه. انا عايزه القوام يكون كده. بصي انا هقولك على حاجه عشان تظبطيه اكتر. انت هتحطي مج اللبن، وهتفضلي بقى تحطي كريم شانتيه لغايه ما تلاقي القوام اللي انت عايزاه. انا عايزاه القوام دوت يكون واقف كده، ما ولا ينقط ولا يقع ولا اي حاجه. عايزاه اخف، زودي حبه لبن او حبه ميه. وطبعا السكر هتحطيه زي ما انت حابه يعني. انا بحط السكر نص كميه اللبن. تمام، يعني انا حطيت مج لبن، حطيت قصاده نص سكر، وحطيت مج ونص من مج ونص المجين كريم شانتيه. طبعا انت الكريمه بتحطيها، تقعدي بقى تحطي لغايه ما تلاقي القوام اللي انت عايزاه، بس السكر خليه نص مقدار اللبن. المهم كده جبت السكينه المشرشره وشلت الوش من فوق، الحته الزياده اللي من فوق، وحطيتها على جنب. وبعد كده قسمت كده زي ما انتوا شفتوا معايا بالسكينه المشرشره. السكينه المشرشره حلوه جدا 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 في تقسيم التورته. السكينه دي عاديه خالص بتاعه البيت العاديه، بس هي سنها عريض شويه. انا مش جايباها التورته ولا اي حاجه، زي انتوا شايفينها كمان قصيره ازاي اهي. بس والله كانت حلوه قوي. حطيت كريم الجانتيه كده، وبليت السكينه ميه من الحنفيه، ولا ميه متلجه ولا اي حاجه. الميه المتلجه دي بنحطها لما نيجي نقسم الجاتوه. لكن بليت السكينه من الحنفيه عشان خاطر تمشي معايا بكل سهوله. وبعد كده ابتديت احط الطبقه التانية، وبرضو نفس الحكايه احط كريم جانتيه. ادوكوا شايفين ولا ساح مني ولا اي حاجه. وفضلت والله العظيم يعني لاخر اليوم، ما كنتش حطاها يعني في التلاجة، ومسحش ولا اي حاجه. وفضلت كمان لغايه تاني يوم برضو في التلاجة. طلعتها لقيته برضو متماسك وزي الفل. المهم بحط كده وبقعد اقلب افرد يعني. وزي ما انتوا شايفين انا كنت عامله فيها بتاع محاره يعني. وكم الدفايه طالع بقى من تحت الجلابيه، وعلى الله حكايتي خالص. يعني تورتايه من الاخر كده اهو، على قد حالي. المهم الحته اللي قطعتها من فوق كده اهو دي، فبدل ما احطها من فوق يعني انا قلبتها، فاهميني؟ قلبتها. عايزه الحته دي اللي تكون من فوق. اي حاجه بقى هتطلع معاكي في السكينه اي حته غامقه كده ولا اي حاجه عادي، مش اشكال، كله هيتاكل. المهم انا هعملها كده نصها كريمه ونصها شوكولاته. الجزء بقى اللي انا شلته من فوق خليته في الاخر عشان زودت بيه الحته الناحيه اللي هي الواطيه. المهم بقى مسكت بقى كده بالكريمه وبالسكينه دي، بصراحه ساعدتني جدا جدا، عريضه كده وحلوه. يعني باخد يعني منها كده وبفرد. تمام. وبعد كده بعمل لها بعد ما بحط يعني كميه كبيره بشرشرها يعني كده بالناحيه المشرشره. المهم زي ما انتوا شايفين باخد وبحطه وبساوي زي ما انتوا شايفين كده. في الحاجات السوداء دي اللي طلعت من فوق دي عادي يعني، اللي هو من الكيك يعني، الفرك بتاعها ده، هي انتوا عارفين هي بتفرك يعني الكيك عادية عادي يعني. فالمهم سويتها كده، وكل ده هيتظبط في الاخر وهتبقى حلوة وزي الفل. المهم جيت هنا بقى حطيت نص كوباية زيت، وهحط نص كوباية لبن، وهحط الكاكاو بتاعي، كاكاو خام. برضو بصوا هقول لكم على حاجة. اغلبيه الناس اللي بتعمل الصوص دوت بتعمل نص زيت نص لبن نص كوبايه يعني، نص كوبايه كاكاو نص كوبايه سكر. بتحط المقادير كلها الاربع حاجات دول قد بعض. بس انا بصراحه حطيت نص زيت نص لبن،
حطيت فوق ال6 معالق كاكاو، عملوا اكتر من نص كوبايه، عملوا كوبايه تقريبا، بس انا كنت عامله مش المج، لا كوبايه صغيره شويه. وده لبن بودره بيديها برضو طعم وريحه كده حلو. وحطيت برضو كيس فانيليا، وحطيت 3 معالق بس سكر. يعني انا لو حطيت 6 معالق كاكاو، انا حطيت قصادهم 3 معالق سكر. ليه؟ احنا ما بنحب يعني محبهاش مسكره قوي. السكر ده على حسب انتي بتحبيه ايه. ما تحطيش سكر زي ما حد ما قالك انت بتحبي الحاجه المسكره، تمام، حطي سكر قد الكاكاو. ما بتحبيش الحاجه المسكره، خلاص. يعني انا حاطه 3 معالق سكر قصادهم 3 كاكاو، وطلعت برضو مسكره بالنسبه لنا عشان احنا ما بنحبش حاجه ايه مسكره قوي. وحطيت نص معلقه قهوه عشان تدي ال الشوكولاته يعني كده طعم برضو احلى يعني. المهم ابتديت بقى اساوي، واكتشفت ان الكريمه واخده مكان اكتر، بس مش اشكال يعني، برضو كان شكلها حلو. المهم التورتايه دي بقى انا ما قلتلكوش هي بمناسبه ايه. انا جوزي كان عيد ميلاده 22/12، فكنت هعمل له تورتايه. بصراحه وقتها كنا تعبانين وبطننا وجعانه وكده يعني، فما كانش ينفع نقدر ناكل اي حاجه يعني تورته يعني او كيك او اي حاجه. فقلت خلاص اعملها بقى ايه في راس السنه. جينا في راس السنه كان كاتب كتاب اخويا، عقبال كل الحبايب اللي بيسمعني يا رب. فما عرفتش اعملها، فجيت بقى عملتها كده ايه يوم 2 يناير. ولادي قالوا لا يا ماما لازم تعمل لنا، يعني تعمل لنا. قلت لهم تمام. المهم كده حطيت الشوكولاته وظبطتها كده من الجنب. طبعا انا ما جبتش الجزء ده معاكم، كنت فاكره انه بيصور، فما جاش يعني. وحته الكيك اللي انا كنت قطعها من فوق كنت زودت بيها الاماكن الفاضيه من الجنب، من جوه كده كانت مرفوعه. وكنت جايبه الشوكولاته دي حلوة جدًا، جايبة الفضي وجايبة الدهبي. وهنا حبيت أجوّد وأعمل منظر كده، وأنا اكتشفت إن ما ينفعش أجوّد، يعني المفروض ما أجوّدش، كنت عايزة أعمل منظر. فالمهم المنظر باظ منّي، فقُلت عادي مش إشكال، إحنا هنضبّط كل حاجة دلوقتي. وزي ما أنتم شايفين الصينية متبهدلة وكل حاجة. أنا حطيت الكيكاية الأول على طبق سيرفيس، بس لقيت إن أنا مش هاعرف أزوّق عليه، فجِبت الصينية دي واللي هي كانت جواها أصلًا الكيكاية، وقُلت إيه أزوّق عليها هتبقى شكلها حلو أحسن يعني. والشوية اللي انتوا شفتوهم الدهبي دول ب5، والشوية الفضي دول ب5. يعني انا ما كنتش فاكرة ان ب5 جنيه هيديني كل ده. جبت ب10 جنيه كده فراولة، ما حطيتوش طبعا كله، ورحت مقطعة كده، خدت الجزء اللي هو من فوق ده وعملت بيه كده في المكان اللي انا كنت بجود فيه. وبعد كده مسكت الفراولة عملتها زي الوردات، وابتديت ايه ازوق المكان اللي كان فيه المشكلة اللي كانت معايا يعني، الحتة اللي هي باظت يعني. وابتديت برضه اجيب كده باقي الفراولة واحط ايه من الجناب، وحبيت اعمل كده شغل كأنها ايه جاية من بره يعني. ولادي كانوا مستعجلين عايزين ياكلوها. بعد ما جهزت والله العظيم قالوا احنا مش عايزين ناكلها ولا نبوظ شكلها، لان هي عجبتهم جدا. وعملت لهم كده وردية. واللي انا بحطه الصغير دوت، الكور الصغيره دي كانت عندي اصلا. بص اقول لك على حاجه، لما تيجي تعملي حاجه تكون مكلفه ما تعمليهاش كلها وتجيبي يعني ما تجيبيش طلباتها كلها مره واحده. يعني مرة يكون عندك دقيق، مرة بيض، كاكاو، تبص تلاقي يعني نص الحاجة عندك، تبتدي بقى انت تشتري النص التاني بقى، فوقتها ما هتكونش مكلفة. فانا كان عندي الدقيق والبيض واللبن وكل حاجة، فقلت الحمد لله. اشتريت ب10 جنيه، لا مش ب10 جنيه، اكتر، اشتريت ب20 جنيه بصراحة كريم جانتيه، تمام. واشتريت الشوكولاتة المدورة دي الكبيرة ب5، والفضي ب5. واشتريت الفراولة فاض منها طبعا، واديت الولاد يعني كلوا بالهنا والشفا. ورحت ايه عاملة كده الشكل دوت، وعملتها بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه. والله العظيم يعني عجبت الولاد وجوزي. الوقت ده انا كنت خايفة جدا بصراحة، خايفاها تقع، وزي ما انتوا شايفين كده انا كنت بنزلها بالراحة جدا، خايفاها تتقلب على وشها ولا على جنبها ويروح تعبي. وبصراحة الحمد لله يعني نزلت بالراحة وبقت حلوة وعجبتني. عايزه اقول لكم ان انت ما تبصيش للفيديو ان هو متسرع، لا انا كنت بعمل بالراحه خالص، بزوق بالراحه خالص. وكنت بقعد افكر المنظر الاخير ده جالي وقت ما انا بشتغل فيه. فانت اعملي وما تخافيش ما تقلقيش. المهم فرحة الولاد، دلعي ولادك وفرحيهم، مش شرط تجيبوا تورتايه من بره تكون غالية وتكلفي نفسك. اعملي في البيت اللي انت عايزاه بالشكل اللي انت عايزاه، والله العظيم هيفرحوا بيها جدا. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وشير للفيديو عشان خاطر قناتي تكبر بيكم بإذن الله، واكون اكبر عيلة كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.